حبايبي وحشتوني. حاسه ان انا بقالي كتير قوي ما نزلتش فيديوهات، مع اني يعني ملتزمه بتنزيل الفيديوهات، بس مش عارفه. بقيت متعوده على كده، وحشتوني جدا جدا. وحشني تعليقاتكم. كل سنه وانتم طيبين. النهارده بقى اليوم الكام من رمضان؟ ال 14. كل سنه وانتم طيبين. رمضان زي ما بقول كل فيديو، والله العظيم طالع بيجري بيجري يعني. الحمد لله. ودايما متجمعين مع حبايبكم يا رب. النهارده بقى قلت هغير من الاكل بتاع كل يوم وفطار رمضان. هنعمل النهارده ايه بقى؟ كشري. جبت كده 3 انواع مكرونه وحطيتهم على بعض وسلقتهم مع بعض، توفيرا للمواعين والوقت والكلام ده. وده عادي يعني، مش هيحصل حاجه. مسكت بقى المكرونه صفيتها، وبعد كده حطيت الصلصه بقى، كنت مخزناها في الفريزر معاكم قبل كده. حطيتها على البوتاجاز وحطيت عليها شويه زيت وشويه فلفل وملح وكمون. ده ادم لازم يشارك معايا. بصي بقى، هنا عملنا خلاص، سلقنا المكرونه وعملنا الصلصه بتاعتها. نعمل بقى ايه؟ الدقه بتاعت الكشري. كشري اساسه الدقه، والدقه الصح اللي انا بعملها دي. اللي عايز يتعلم الكشري على اصوله، الفيديو ده ليكي ليكي بجد. هنا عملنا معلقتين كبار توم، يا دوب شميت ريحتهم بس كده، ما اصفروش. نزلت عليهم بشويه خل، ونص كوبايه ليمون او ربع كوبايه ليمون. لحد هنا تمام تمام قوي. ننزل بيهم عليهم بقى بالميه. الميه بقى المقدار اللي انت عايزاه. عايزاه طعمها جامد قوي كده، مظبوطه براحتك. اهم حاجه بقى التوابل بتاعته معروفه: الكزبره الناشفه، والملح والفلفل والكمون. مفيش فلفل، لا معلش. كمون وكزبره ناشفه وملح، بس كده. ياخدوا غلوة على النار وتبقى معانا أحلى دقة للكشري. الصلصة هنا كانت تقيلة، فايه حبيت ازودها لان صلصة الكشري بتبقى خفيفة. تمام، مش خفيفة قوي يعني، مظبوطة. هنسيب بقى الدقة ديت تغلي على النار. وكنت بعمل الشطة، زيت الشطة. الشطة اللي هي بزيت دي، بس للأسف الفيديو ما كانش بيتسجل، معرفش ايه اللي حصل يعني. بصوا هنا كده، المفروض كنت انا حطيت بقى معلقه شطه على الزيت وكبته هنا. اكتشفت ان الموبايل ما كانش بيسجل. الحمد لله. مش هقول تاني ظروفي معنداني، لا هقول الحمد لله. ربنا مش رايد ان انا اصور المقطع ده. بصوا هنا بقى، حبيت اوريه لكم. بتبقى جميله، بس بتبقى حاميه نار. الناس بقى اللي بتحب الحامي، انا بحب الحامي انا وجوزي وولادي يعني. بصوا هنا بقى الدقه غلت معانا. هنصفيها علشان ايه؟ بيبقى فيها بذر من الليمون وفيها حتت من الكمون وكلام من ده والثوم، فهنصفيها. هنعمل هنا ايه بقى؟ هنعمل شوية رز بالشعرية. الشعرية دي كانت عندي زيادة، فحطيتهم في الطبق في التلاجة، وقلت اشيلهم لوقت عوز، وجا وقتهم. هحمرهم كده، سخنهم بس، وانزل عليهم بشوية الرز. ما كترتش الرز الصراحة، علشان هما بيحبوا المكرونة اكتر. والله كان طعمه زي العسل. هنا حطيت شوية فلفل وشوية ملح، وهقلب بقى وانزل عليهم ايه؟ بالمية بتاعتهم، واسيبهم يستووا على النار. احط المية بتاعته. انا عارفه ان في ناس بتقول يعني في حد يفطر كشري في رمضان. والله يا جماعه دي اذواق، وكل واحد بيبقى صايم بيشوف نفسه رايحه لايه وبيعمله. مش ملزمين ان احنا ناكل كل يوم فراخ، ولا كل يوم لحمه ولا سمك. لا، التغيير مطلوب. بصوا هنا بقى، طبعا هعمل كشري بالكبده. فحطيت عليهم شطه اللي هي فلفل اخضر وتوم ودقه كده يعني بتاعت الكبده والسمك والحاجات دي. وهقلبها واسيبهم كده نص ساعه تتبل بيها. تمام. وحاطه تحتها طبق برده عشان تصفي ايه اي حاجه مش كويسه فيها يعني. هحط لها التوابل بتاعتها: ملح وفلفل. بس كده. انا بالنسبه لي دي توابل الكبده، ما بحط لهاش توابل اكتر من كده. الكبده بنعملها قبل الفطار ب10 دقايق. طبعا جوزي اللي هيعملها معايا، بس ايه، شوفوا بقى، بص الحركه دي. بص الحركه دي. ايه الجمال ده؟ اللي يعمل بصل زي اقول له يا عمي. هنا بقى الرز خلاص كان استوى، اتشرب الميه بتاعته. هديله تقليبه برده كده ايه عشان يستوي حلو. شايفين مفلفل وجميل ازاي؟ شويه رز صغنطاطين محندقين كده على قد شويه الكشري. هعمل هنا بقى ايه؟ البصل. هحمر البصل. ده البصل اللي بيتباع في المحلات اسمه ورد. هو فعلا ورد. بصوا هفضل اقلب فيه، مش هسيبه وامشي، عشان ما فيش واحده تتحمر، واحده بيضه، واحده تتحرق، واحده فاهمين؟ ايديا فيه على طول.
جربوا تعملوا الاكله دي في رمضان، جميله قوي وتغيير وحاجه جديده كده. بصوا كل شويه قلبه وبيبدا يحمر. هطلعه بقى بالمصفى دي كله، بطلعه بقى على ورق او على مناديل. انا الصراحه ما كانش عندي مناديل، بس مش هقف واقول ما عنديش وكلام من ده، لا هفرش ورق من الكراسات عادي على صينيه. بصوا، وهنزل بقى بالكميه الباقيه. هخلص الكميه كلها بقى وارجع لكم عشان ما اطولش عليكم الفيديو. ايه رايكم؟ طعمه كان زي العسل. دخول مفاجئ بقى لابو مصطفى، جاب لي اللمبه اخيرا، جاب لي اللمبه لما عرف ان انا الاضاءه عندي وحشه. بس للاسف الاضاءه برضو كانت وحشه، اللمبه مش شغاله تمام، فاهمين؟ بس نزلنا دلوقتي غيرناها. يعني انا بسجل وانا لسه جايه من تحت. ادم بيقول لكم لسه جايب التيشيرت ده، رايكم فيه؟ ابو مصطفى بقى دخل المطبخ نورني، هيعمل الكبده. تابعوا معاه بقى. نطلعها ايه الحته السن الصغيره دي؟ هات يا ادم الحته اللي باقيه اديها لي. بيدينا الطعم والريحه والجمال. يلا نزود كميه التوم. زودنا كميه الثوم، طلعناه من الثلاجه وحطيناه عشان البرطمان يخلص. يلا بينا. البرطمان خلاص اهو. البرطمان بيدخل ليه؟ بيدخن عشان ربع عشان الفريزر. فاضه كده نعمله كويس. حطينا التومه، نستنى عليها كده شويه عشان الطعم اهو. لازم تخبطي خبطتين كده، لازم تسمعي صوت المعلقه. نخش اهو الكبده. الكبده الاسكندراني لحد ما نلوش فيها حاجه. المعلقه دي طبعا عشان برضو كده ليه يا بقى؟ دي اللي بتقلبوا بيها. نستنوا عليها 1 مينت عقبال ما اهم حاجه تخبطي كده. الدم ده ارميه. شامين الريحه. ولع لي على الصلصه دي. ولع لي على الصلصه ديت. طيب حسبك ولعي فينا. انت قاعده هتفضلي تزقيني اطلع فين؟ انا عايزه اعدي الحاج قادر. تعالى انت عديني البصل. حلو. كمان كان نفسي اكل اشرب كل عندنا شويه الاسمر قرب يخلص. جايبينه من البون ده، وهات البون. طب وطي ايدك، ما عندناش وطي ايدك. انا نفسي حد بقى يقف معايا، نفسي حد يقف معايا في المطبخ اللي انا امسكه هو يعدله، يعدل لي المايل، حد يعدل لي المايل. نقطه خل. علي صوتك حلو عشان يسمعوك. نقطة خل. حطهم بس ده في الاخر، في مفيش الاخر. غير هما حطهم ماشي في الاخر. في الاخر قوي. نقطة خل يا حبايبي. انا ولا انت بتعمل ايه يا حماد؟ مين عمل كده؟ والله الخلطه طلعت من تحت البتاع. والله العظيم. الساعة كام يا دودو بالظبط؟ نوطوا عليها كده عشان وعلي صوت. نهدوا عشان المغرب يأذن، عشان دي لازم تتاكل وهي سخنه. عمال ما تعلي صوت. دي لازم تتاكل وهي سخنه. نوطوا عليها علشان تطلع على بقالي 16 سنة بقول له وطي صوتك وطي صوتك، النهارده بقول له علي صوت. تعبان تعبان. انت رقيق اصلا؟ صدقوهوش. نعم. خلاص هيأذن عندي. بحب ادوق بقى وهي ايه على النار، بس مش عارف ادوق. لسه المغرب، لسه المغرب.
وهنا بقى كان المغرب خلاص أذن صوما مقبولا وإفطارا شهيا. اديتهم بقى عصير كده ايه يكسروا صيامهم، وبعد كده نكمل في الكشري والكبده. ايه رايكم بقى في ابو مصطفى لما بيدخل المطبخ بيبدع؟ نورني في المطبخ النهارده، كنت ضيف لذيذ وخفيف. قلت له يلا بقى هصورك وانت ايه بتغرف الكشري بقى كده عشان نوريهم ايه الكشري على اصوله. بصوا هو كان بتاع كشري زمان كده وكده يعني يا ولاد. ده الرز، هو حط المكرونه الاول بعد كده بيحط الرز. بعد كده يحط بقى الصلصه. انا ما شفتش حد يغرف الصلصه الصراحه بالمصفى، بس يلا مش هنقول حاجه. وبيحط الورد بقى اللي هو البصل المحمر كان زي العسل. بصوا المنظر. واخر حاجه بقى بنحطوها على الوش هي الكبده. ايه رايكم؟ طبق متكلف، طبق يفتح النفس. خلاص هو كده طالع بقى، قال لي كملي انت بقى بنفس الطريقه ديت، قال لي يعني هو كده علمني. فعملت زي ما هو ما عمل بالظبط، مكرونه ورز والصلصه والكبده والبصل. ما كانش عندي حمص. هعمل بقى الطبق الكبير ده، الطبق الوصايه ده. وصايه كده ما بيتعملش بس غير للناس الغاليين اللي هو انا يعني. انا وهو اكلنا منه يعني. انا بحب اكل في الطبق اللي هو الاستانلس ده، بيبقى حلو قوي وجميل. حطيت هنا المكرونه وهحط الرز. هنزل عليه بقى بالصلصه. الصلصه دي بتبقى حسب ما انت عايزه، كتير بقى شويه انت وراحتك. والكبده بقى الجميله التحفه دي. بصوا البصل، بصوا الحركات. ودي الدقه بقى اللي احنا كنا عاملينها مع بعض. هاخد بقى كل ده والدقه والشطه وكل ده واروح بيه بقى على ايه السفره، ناكل كلنا مع بعض. يلا كل سنه وانتم طيبين، وده اخر الفيديو، اتمنى يعجبكم. مع الف سلامه.